ده بودكاست مترسيني، هندردش فيه عن كل المشاكل اللي بتواجهنا، حوارات بنقع فيها أو حتى أسئلة تافهة بتيجي في دماغنا، بس طبعا كل ده في نطاق الهزار. بقولك ايه، مترسيني، يلا نبدأ. أهلا بيكم في تاني حلقة من بودكاست مترسيني. النهاردة هيكون حلقة جديدة ومعانا كمان مفاجأة، بس قبل ما نبدأ الحلقة حابة أشكر الناس اللي قالوا لنا أحلى فيدباك عن الحلقة الأولى، وهم عمر وعبد الله متولي من الانستجرام ومريم من على التيك توك، وحابين كمان نسمع لهم أحلى سقفة. النهاردة هيكون عنوان الحلقة هو مناخيرك دي ولا كوز ذرة. واحنا مش بنتنمر خالص على فكرة، بس احنا شبهنا الناس اللي دايما بتحشر مناخيرها في حياتك ان من كتر ما مناخيرها كبيرة وواصلة لكل تفاصيلك، هي بجد عاملة زي كوز الذرة. وكمان النهاردة معانا في الحلقة كريم عمرو، وهيكون ان شاء الله ضيف الحلقة، وحابين نسمع له سقفة. حابة بقى يا كريم أسألك، انت الموضوع ده بيواجهك ازاي في حياتك، او مين بيمثل موضوع كوز الذرة ده في حياتك؟ دايما في صاحب في كل شله، دايما تلاقيه مناخيره عامل زي كوز الذره، هو حاشر نفسه في كل حاجه في حياتك. فعندك مثلا لو انت واصحابك كلكم اشتغلتوا مع بعض في نفس الوقت مثلا، او فرق بينكم سنه او سنتين، المهم يعني بعد ما كلكم تشتغلوا هو لازم يعرف انت مرتبك كام، انت امم بتقبض كام، انت شغلك من الساعه كام للساعه كام. تمام، هو دايما اللي هو بقى عايز بيقارن بين شغلك وشغله، صح؟ يعرف انت احسن منه، مرتبك احسن منه. امم طيب انت لو بتاخد اكتر منه ازاي؟ ده انا تعبت في الجامعه اكتر، ده انا مهندس وانت تجاره. موضوع تحدي بقى. هو حياته كلها تحدي، داخل في مقارنة في كل حاجة هو عايز. عامة فعلا موضوع المقارنة ده دايما في حياتنا، ودايما يعني ببقى شايفة ان الانسان اللي عنده مقارنة عمره ما هيرتاح، لان دايما هيبقى فيه اللي اعلى منه، ولو وصل للنقطة العالية دي هيبقى فيه اعلى منها. طب وبعدين؟ ودايما برضو بحس ان هو ما عندوش رضا. بالظبط، هو ما عندوش رضا وهو مش عايزك تبقى احسن منه. اللي هو انا عايز ابقى احسن واحد، انا عايز اكتر واحد بين صحابي بقبض، اكتر واحد بين صحابي شغلي مواعيده احسن من اي لا، حد. انت واضح ان في حد انا مضايقك مرتاح. جامد قوي. لا ده كتير. تمام، هو برضه عايز يقلد. وجاي عيد مثلا وانتوا كله سافر مثلا، اول ما بنرجع كده بنقعد في القهوه كده على الترابيزه كده، يقول لك هو انت سافرت فين، وانت سافرت فين، وانت سافرت فين. طب انت لما رحت دفعت كام. وهو بيقولش هو راح فين، يعني وهو تلاقي لا ما انك ما بيقول تعرفش ولا اي حاجه عن تعرفوا عنه حياته. حاجه طبعا. يبقوا ناصحين قوي تمام، هم فعلا. ناصحين جدا طبعا. اه. تمام، انت رحت فين وانت رحت فين ودفعت كام. وخدي بقى الكبيره بقى، انت قعدت كام يوم، يعني هو مش مكفيه، بس انت رحت فين مم. ودفعت كام. هو عايز يعرف انت قعدت كام يوم عشان يشوف انت قعدت اكتر منه ولا لا. ايوه، مع اني دايما بحس ان البنات اللي عندها حته الفضول اكتر من الولاد، يعني معرفش ليه بيجيلي شعور ان الولاد يعني اعقل شويه من البنات كمان في الموضوع ده، فبحس برضو ان الولاد اقليه عن البنات. ولا انت ايه رايك؟ لا انا بحس ان زي ما قلت لك كده، دايما لو انت مثلا عندك سبعة ثمانية اصحاب، هتلاقي واحد او اتنين لازم مناخيرهم دي حشرنا في كل حاجه. يعني الموضوع اللي بيحشوا مناخيره ده في كل حاجه، ده تلاقيه في البنات والولاد. لا اه، قصدك ان ملهاش نسبه، الاتنين زي لا. بعض. انا عايزه اقول لك برضو، انا بيستفزني قوي البنات القرايب، اللي هو مثلا عيال خالتك عيال عمتك، وقت الجوازات يقعدوا بقى يسالوا انت كتبت مهر كام، والقايمه كانت ايه، وطب انت جبتي ايه وهو جاب ايه. انا بحس ان دي تفاصيل، يعني يعني انت هتستفاد ايه لما تعرفها؟ هما طبعا بيبقوا عايزين يعرفوها عشان يعلوا عليك بس في جوازاتهم، عشان بس يتقال ان مثلا فلانة اتعمل لها فهي كده في دماغها هي كده بقت ايوه، انا احسن بنت منه. خالتي جالها 50 كيلو ده، فلازم يجي لي 60 كيلو. بالظبط، وبعدين بنسمع ارقام غريبة بسبب موضوع المقارنات ده. وبعدين هقول لك حاجة، انا اصلا يعني عندي موقف من موضوع المهر والقايمة، لان انا دايما بحس ان طالما احنا الاتنين هنتجوز واحنا الاتنين واثقين في بعض وهنبني بيت وهنكون عيلة، ليه بنعمل قايمة او ليه بنعمل مهر؟ انا بصراحة ضد الفكرة دي، لان انا بحس ان ده عدم ثقة، وبحس ان هو يعني موضوع مزايدة، ومش عارفة، انا ما بحبش الموضوع ده خالص. ملهاش لازمة ان احنا نعمل قايمة او نكتب يعني حاجة تطمنا، لان احنا لو مش واثقين في بعض يا جماعة يبقى ما نتجوز. انا بجد دايما ببقى شايفة هو كده. الاهل دلوقتي بقى بي يعني من كتر الطلاق اللي بيحصل دلوقتي عايز يضمن حق بنته. خايفين. هو يعني فشايف ان القايمه دي لما بعد الشهر اللي حصل طلاق، لا هو الراجل كاتب على قايمه، فانا كده حافظ
الحق بتاع بنتي، لان هو انت الاول اصلا لو مش واثق فيه ما تجوزوش بالظبط، بنتي. انا قصدي كده. يعني وبعدين مثلا موضوع المؤخر والحاجات والمؤخر هو دي. المؤخر اكتر، يعني القايمه عادي هي ورقه بتتمدي، وهو يعني اتقي ربنا فيها ده كده كده وخلاص. هو انت والله معاك حق، بس تعالى بقى نرجع لموضوعنا عشان احنا احنا سرحنا بنتفرع. شويه. اه. فين برضو تاني بيقابلك في حياتك موضوع ان الناس تحشر مناخيرها؟ مش شرط برضو آه، تبقى ناس تعرفهم. لا عادي، في طبعا في الشارع، انت لو ركبت مواصلات دلوقتي وفتحت التليفون هتلاقي الراجل اللي هو مناخيره اللي بقى جنبه ده. ايوه، ده اللي مناخيره بان في التليفون يعني من كتر ما هو مركز انت بتعملي ايه وبتقلبي فين. حتى كانت موجوده اصلا كوميكس اللي هو الراجل اللي هو بيقول لك لا البص ده مش حلو غيره، ما فاهمه. انت عارف برضو بما ان احنا يعني مش عارفة اللي بيسمع عارف ولا لا، كنا شغالين قبل كده ميديكال ريب اه، في العيادات بتاعت في الدكاتره. العيادات لما تبقى مستني الدكتور وقاعد، ممكن مثلا كنا نقعد بالساعة ساعتين. اه، وانت قاعده على كرسي وفي وشك 4 كراسي، والاربع كراسي فيهم مختلف الاعمار بقى، بعينيهم بتنحتهم عليكي بتركيزهم فيكي في شكلك. بالظبط، بيبقوا دايما مركزين معاك. واللي هو انت لو بتتكلم في الموبايل هما يعني بيبقوا زهقانين، هم والله العظيم بيصعبوا هو الزهق عليا. بيعمل بس اللي هو طب خلاص يا جماعة، يعني اللي هو طب اعمل ايه؟ بتحس ان انت متراقب قوي، يعني بحس ان انا على المسرح ودول جمهوري وعمالين يتفرجوا عليا. وعلى فكره انا اصلا يعني ايه، انت اللي بتحكي فيه ده بيحصل فعلا. وتلاقي بقى الحاجه المضحكه اكتر بقى لو حد مكانك في الموقف ده، وانت مراقبه الموقف ده قدام عينك، هتلاقيه بقى بايه دخلوا، يعني ايه دخلوا في كلام وفي مواضيع، وبدا بقى دي تعرف اه، حياتي قصدك ان دي، بيتعرفوا على بعض بيتعرفوا عادي. على بعض بقى، بيعرفوا كل حاجه بقى في الساعتين اللي هم الانتظار. اللي هو اتنين متطفلين لقوا بعض حبوا بعض ما شاء فاللي هو الله يلا بقى، خلاص بقى نتكلم. يلا كل واحد بقى يحط مناخيره في حاجه التاني بقى. طب اقول لك حاجه برضو، موضوع المهر والحاجات ده فكرني بيه. عارف بعد الفرح لما قرايبك يجوا يزوروك، او اللي هو يعني خلاص بقى عروسه وعريس وهنيجي نزور وبتاع، ويقول لك تعالى نتفرج على الشقه. انا الموضوع ده محرج جدا، يعني انا اصلا صحابي لما اتجوزوا مثلا ودخلت هو بيدخلني اوضه النوم، تقول لا انا لا يا عم هو ايوه بقى خلاص انا شفت عاده. الصاله وشفت الليفنج خلاص عيب. لو انت يقول لي لا بتفرجني يا عم عادي احنا اخوات واصحاب، اقول له لا انا ما بحبش اصل كده. هعمل ايه يعني؟ اه هعمل ايه؟ اه وبعدين انا اعرف واحده، اه وحياة ربنا مش هتصدق. عارف. بدون ذكر اسماء، قريبتهم يا جماعه، يعني هي جات لهم بعد الفرح وهي اللي طلبت ان هي تتفرج على الشقه. مش بس كده، هي قعدت تصور. يعني ما تمام. شافتش بعينيها، عايز تشوف بالموبايل كمان. هي قعدت تصور عشان توري الناس يعني. تحفظ اللي شافته بعينيها. لا، عشان توري الناس. البوم بقى وكده. اوكي. وعملت البوم فعلا، يعني هي بعدها بقى بفتره بتوريهم، بتقول لهم بصوا ده الالبوم بتاع الشقه بتاعتكم. طب يا جماعه ليه تعملوا كده؟ يعني انا بحس ان دي عادات او تقاليد احنا خلاص حفظناها وبنعملها عمياني، اللي هو لازم لما العروسه تتجوز لازم نتفرج على الشقه بتاعتها. هو كده ليه؟ مش عارفه. هو اصلا على سيره العادات والتقاليد برضو، لو تفتكر من واحنا صغيرين برضو كان عندك الصاحب اللي هو انت بعد ما خلصتوا الامتحان هو عايز يعرف انت جبتي كام. تعالى بس ما نسماش عادات وتقاليد، ده كان بيبقى فضول، او اللي هو بقى انا عايزه ابقى الاشطر. ما هي العادات فاهمه من الصغر يعني. قصدك العاده اللي هي بتاعت ان اه الواحد يحط مناخيره في حياه الناس. من الصغر فعلا، ما هو دايما بيتكون. من واحنا صغيرين دايما هتلاقي الشخص اللي عايز يعرف انت جبتي كام. ايه تاني مثلا؟ عارف اللي كان كمان يبقى دايما عامل سندوتشات تحفه، وانت يا حرام اه بتعمل جبنه بخيار، ويجي يقول لك اه بقى سندوتشاتك ايه؟ انت مامتك عامله اكل ايه النهارده؟ لا، وعارف كمان اللي يجي في يوم الاملا، اللي هو بقى املا صعبه كلها همزات، جبت كام؟ وريني كده درجتك. وبعدين دايما تبقى عارف ان اللي بيجي يسالك السؤال ده بيبقى بجد يعني يا مقفل يا جايب 9.5. فلو انت بقى اللي هو مديله الامان، اللي هو انا غلطت في الكلمه اللي اكيد كلنا غلطنا فيها. طب وانت عايز جبت اشوف انت كام؟ عملت الهمزه على السطر ولا على العبره ولا. فتقول له هو انت جبت كام؟ يقول لك 9.5. فتحس ان انت يعني عارف عايز تهد الفصل عليه. طب عايز اسالك سؤال. اسال. لو انت مثلا وسط مجموعه من الناس لسه مثلا رايح شغل جديد، او لسه مثلا ناقل جديد، تعرف من فين ان الشخص ده متطفل؟ يعني هو صفاته ايه؟ يعني قصدك الشخص ده اللي هو بيتدخل في حياة ناس كتير يعني وكده؟ تعرفه ازاي؟ اكيد مش من مناخيره طبعا، من اسئلته الكتير. اصل لو من مناخيره في مصر كلها هتبقى متطفله. طبعا اسئلته كتير جدا جدا، اسئله ليها لازمه ولا ملهاش لازمه. وزي ما قلت لك هنعيد كلامنا معلش، اللي هو عايز يعرف انت احسن منه ولا لا. مش عايز حد يبقى احسن منه. طبعا عايز يعيش بقى معاك في مقارنات في الشغل. تمام. هو برضه يعني هو مع كل الناس برضه بيتدخل في حياتها، هو مش معاك انت بس، يعني انت مش اول ما هتبدا اللي هو مش الشغل. قلبه عليك انت بس، فاهم؟ اللي هو
لا يعني قصدي اللي انا قلته ده مش معاك انت بس، هو تلاقيه برضه بيعملوا مع كل الناس اللي في الشغل، كل انا افراد اقصد ممكن لو اللي في حد الشغل. بيهتم بيك كده تفتكر مثلا هو ايه. لا ما هو مش اهتمام اصلا، اسئلته كتير دي وان هو بيقارن دي، ده مش اهتمام منه، امم ده هو اهتمام بنفسه، عايز يشوف هو ماشي صح ولا ماشي غلط. ايوه فاهمك. انت فاهماني؟ امم فده بيبان قوي يعني من اسئلته الكتير انت عارف برضو انا افتكرت حاجه. معرفش ليه كل حاجه النهارده يعني مرتبطه في دماغي بموضوع الجواز. الناس اللي بتقعد تسال عن الحمل ده يعني. الاهالي برضو لا ده مش شرط اهالي، يعني حتى لو جيرانك قرايبك، انت اصلا السؤال بيحرجك يعني. حتى اه جماعه انا مش لازم، يعني مش لازم اقول طبعا ايه انتوا إيه البلان بتاعتي اللي انا انتوا عايزه طولتوا في اعملها. الخلفه ليه؟ انتوا خلفتوا امتى؟ اخرتوها ليه بالظبط؟ اخرتوها انتوا ليه؟ مالكم؟ هو انتوا طب هتربوا انت ما معانا؟ بتصرفش عليا اصلا. يعني عمري لو ما بتصرف عليا اسال براحتك. بالظبط. طب انا بقى اسالك سؤال حلو. قول. انت بقى عمرك حسيت ان انت مناخيرك زي كوز الذره، يعني بتتدخلي في حياه الناس كتير؟ بص هو للامانه انا مش فاكره، يعني انا خايفه اكون قبل كده عملت كده وانا مش كان نفسي فاكره. تقولي لا بصراحه. ما حرام، ما خايفه اكون ظلمت حد فعلا وانا ناسيه، فاهمني؟ بس يعني انت عارف انا برضو ما بحبش اسال حد، يعني دايما لو حتى في حاجه نفسي اعرفها بقول لو هو اللي قدامي مش عايز يقولها خلاص اساله ليه، يعني هحرج نفسي برضو، فاهم؟ طب وانت ايوه بقى؟ يعني انت برضو لا الحمد لله بصراحه، ودي ميزه في حياتي يعني، ان الناس تواضع. الناس الناس هي اللي تيجي تحكي لي، امم اللي هي الناس القريبه. حد غريب لا ما بركزش بقى هو حياته فيها ايه، يعني ما بطفش بصراحه في حياته، ولا بكون عايز احشر نفسي واعرف، طب ولا هقول لك بيكون حاجه في يا فضول كريم، حتى ان انا اعرف. هقول لك حاجه. تفتكر ممكن يعني الناس دي يبقى في حد منهم نيته كويسه، يعني هو بيسال بس هو مثلا طريقته في السؤال غبيه؟ لا ده هو النية الوحشه نفسها. لا ده بقى مفيش حد بيبقى نيته حلوه عايز يعرف حياتي، وعايز يعرف انت احسن منه ولا لا. بحاول ابرر للقرايب لا العقارب دول اسوأ، اللي يعني بيبقوا في اسوأ حياتنا. اسوأ حاجه، اللي هو اللي عايز يحشر نفسه ويعرف. وعلى فكره اللي بيبقى عايز يعرف تفاصيل حياتك وبيحشر نفسه ده للاسف بقى، ودي اسوأ حاجه في الموضوع، بتكون عينه وحشه. اه الحقسات عيني بقى وحشه وكده. جدا 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 بجد. ودايما يقول لك انا عيني، لا ده دايما يقول لك ان هو بيتحسد. وده يكون بيبقى بتحسد، اه طب اللي هو ويقول لك ايه، الحمد لله الحمد لله انا ما بحسدش الحمد لله. انت من جواك انت واحد مناخيرها ما بتتحش في حياه الناس وحسودي هقول لك حاجه. لا دي اسوء حاجه في الموضوع على فكره. هو كده كده الموضوع كله اه وحش. بس الموضوع ده فكرني بالمدن الصغيره. يعني بص كل ما المدينه تبقى صغيره، كل ما تبقى في قريه، كل ما تبقى في تركيز مركز، اعلى، التركيز والحسد والحسد بيبقوا اعلى طبعا اكتر. بكتير، طبعا وعايزه اقول لك حاجه بصراحه، الموضوع بيتعمل في الاماكن دي بمتعه. يعني بمتعه. يعني هقول لك حاجه، يعني انا مثلا من مدينه، يعني انا مش من القاهره، انا اصلا من اسوان. تمام اجدع ناس. شكرا. ف احنا كلنا عارفين بعض، تمام؟ مم. فانا مثلا ممكن اشوفك اقول لك اخواتك عاملين ايه، دخلوا ايه، اتجوزوا ولا لا، مين خطب. احنا عشان كلنا عارفين بعض ففضولنا بيبقى يعني عايزين نعرف كل حاجه عن بعض، ايوه فاهمني؟ بتبقى الناس كلها عارفه اصلا بالظبط. مواضيع بعضها بس بقى بيتعمل بجد بمزاج، يعني انت وحياة ربنا مش متخيل، بس هو اللي هو بيتعمل بمزاج، هي اللي هو هوايه تبقى يعني، انت انت قاعد قصدك ان هي مكانك. بتكون هوايه يعني. هوايه. اللي هو انت قاعد مكانك وعارف اخبار البلد كلها، فانت ايوه بتبقى هو فاهم هو ريس. مستمتع، ودي هوايه عنده ان انا ابقى قاعد في المكان اللي انا قاعد فيه عارف اخبار الناس كلها. بالظبط. ايوه ايوه فاعتقد برضو بيبقى دي ليها علاقه بالمكان، واعتقد برضو ان بره مفيش كده. ايوه بره. يعني بره مصر او انا بره اصلا الوطن بحس العربي. اصلا ان بره مفيش حسد اصلا. تصدق انا دايما بقعد اسرح يعني في ما الحوار بحسش في ده. اوروبا اللي يقول لك ده حسدني يعني. انا مش طب لما ما بتحصل حاجه وحشه بيقولوا ما ايه؟ اعرفش هل ده عشان ما عندهمش حقد، مع ان انا بحس ان بره برضه فيهم عندهم الحقد والعنصريه، بس مش عارف، بس ما فيش حد بيقول لحد ايه ده ما قالش ما شاء الله وحسدني بس. دي حقيقه، انا فعلا مش عارفه هما بيعلقوا الشماعه بتاعت كل حاجه وحشه على ايه. طب الموضوع ده يا رب بتشوفيه ازاي على السوشيال ميديا؟ بص انا بحس ان هو بيتقسم لثلاث مجاميع، اوكي؟ اول مجموعه بيبقوا ناس كده قرايبه كبار قوي في السن، وبيبعتوا لك اد انت تبقى محرج، بس اللي هو ايه يعني مش عايزه احرجك يا طنط امم فاوكي هقبل. بس مش بيكلموك ومش بيجوا جنبك، بس هم اول ناس بيشوفوا الستوريز، اول ناس بيشوفوا الصور، اول ناس بتلاقيهم عاملين اول كومنت، فانت برضو متبقاش فاهم العلاقه دي. تاني ناس اللي هم في يعني في الاحداث الكبيره اللي في حياتك بيدخلوا فجاه، يعني بدون اي مقدمات. هي ماما سافرت عمره فعلا،
هي رؤى نجحت ولا انت سقطت؟ دخلت جامعه خاصه؟ بالظبط، لو ابوك دخلك خاص، فاللي هو ايه، طب قولي لي ازيك، عامله ايه، وحشتيني، حقك عليا بقالي كتير ما بسالش. لا، هو بدون مقدمات. والناس التالتة بقى اللي هو تقريبا ده كلنا، اللي هو قبل ما ننام احنا زهقانين، فبنشوف اي بوست على الفيسبوك، فنشوف حد فضلنا يقتلنا عليه، فندخل بقى ونتعمق عنده وعلى عيلته وعيال خالته، ونلاقي نفسنا كده دخلنا في دوامه ملهاش اخر. طب يا راد، دلوقتي عايزين نختم الحلقه باخر سؤال. امم انت شايفه ازاي نتعامل مع الناس اللي عامله زي كواز الدوره في حياتنا؟ بص، اول حاجه التجاهل، تتجاهلهم، اه، وحاول تبقى رخم زيهم، يعني اللي الاسئله بتاعتهم هو رد عليها معرفش. لو هو اصلا ما بتحرجش، انت ما تحرجيش. بالظبط، اللي هم يعني فاهمة؟ ما مش هناولك تتحرجش ان انت تبجح. مش هناولك اللي انت عايز تعرفه برضه. بالظبط. ف لو انت حابب تحكي احكي، لو انت مش حابب تحكي فلا، ما تتكسفش، دي في الاول وفي الاخر حياتك، وانت حر انك تحكي للي انت عايزه بس، وبس كده. دي كانت نهاية حلقة متر السيمي. هنستنى نشوف كومنتاتكم ونشوف كواز الدور اللي في حياتكم. وعلى فكرة انا جوعت، فسلام بقى، نشوفكم الحلقة الجاية.